السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قضيه جديده. القضيه ديالنا اليوم هي قضيه اللي قصيره بزاف، وقعت في تونس. صراحه هذه القضيه اللي ضراتني بزاف، وبغيت نشاركها معكم. فهاد الجريمه هي وقعت كما قلت لكم في تونس، بالضبط في سوسه، في الشهر اللي فات. مازال البحث والاحداث جاريه فيها. هاد القضية الضحية فيها طفلة عمرها 14 سنة، والجاني هو والدها. قتلها في يناير 2023 ولمدة سنة، وهو محتفظ بالجثة ديالها في الثلاجة، حتى بدات كتعطى واحد الريحة كريهة من الدار. قرر أنه يرميها في الواد. السلطات توصلت ببلاغ على واحد الجثة اللي موجودة جنب الواد. غادي يمشيو بسرعة لمكان الحادث، غادي يلقاو جثة اللي متحلة ومفصول الرأس ديالها، وجنبها كتاب مكتوب فيه بعض الأسماء، ومكتوب فيه كيفاش وقعت الجريمة. وهاد الأسماء وهاد الكتاب فقط محطوطين تما للتمويه. مهم غادي تبدا التحقيقات من طرف الشرطة اللي كتفوا البحث ديالهم حتى لقاو الراس في واحد المنزل في نفس المنطقة، منزل اللي مهجور. غادي يلقاو فيه الراس ديال الضحية، وملي داروا التحليلات ديالهم غادي يتعرفوا عليها، وغادي يمشيو للعائله ديالها. غادي يجيبوا الاب معاهم، وغادي يوجهوا ليه بزاف ديال الاسئله: كيفاش البنت اختفات، وعلاش ما درتوش بلاغ ديال التغيب، علاش ما قلبتوش عليها. المهم الشرطه غادي تكثف الاسئله على الاب، وغادي يضغطوا عليه من جميع النواحي. وهنا المفاجاه ان الاب غادي يعترف، وغادي يقول لهم انه هو اللي قتل بنته. علاش قتلها؟ قال لهم لانه شك في السلوك ديالها. قتلها ودارها في الثلاجة من يناير 2023 حتى ليناير 2024، يعني عام كامل وهي في الثلاجة، حتى كيف ما قلت لكم بدات كتعطي الريحة. عاد قرر انه يمشي لوحها في الواد، وهذا الشيء كان بمعرفة الام وباقي أفراد العائلة، اللي هددهم الأب أنه أي واحد فيهم غادي يهدر ولا يبلغ عليه السلطة غادي يلقى نفس المصير ديال البنت. هاد القضية اللي هزات الرأي العام في سوسة مازال تحقيقات جارية فيها باش يعرفوا السبب الحقيقي وراء القتل، لأنه رغم أنه قال لهم أنه شك في سلوكها، فالشرطة كتقول أن هناك سبب آخر للقتل. صراحة جريمة بشعة بكل المقاييس، والأبشع من هذا أن الأم والأفراد ديال العائلة كانوا كلهم عارفين وعايشين مع جثة في نفس الدار، والجثة كاينة في الثلاجة وجلسوا معها لمدة عام. فصراحة أش من قلب عند هاد الناس. أشنو رأيكم تنتم في هذا الجريمة؟ وأي أي جديد غادي نوافيكم به إن شاء الله في هذه القضية هذه. شكرا لكم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.